الخير البنات، كيف نتوما خواتي خواتاتي؟ لاباس عليكم؟ المهم اليوم جيت معكم في رحله فيديو جديده باش نوريكم واحد الوصفه، واحد الباتيدو واعر لذيذ وغادي يعجب اي واحد. مزيون وصحي مزيان، الكوليسترول، اسيدو اوريكو مزيان، يدير رباحه، مزيان فيتامين سي اللي ما فيش اللي عنده فنساس دواخد فيتامين سي فيتامين دي وفيتامين ا، مزيان بزاف، مزيان للعظام، مزيان زعما كل شيء صراحه. الله ولديد بزاف وكيطيح وكيبخر دي بيسو كيهبط كيلو. شنو خصكم تداوموه؟ خاصكم ملي تستعملوه كان بالليل من احسن، مثلا فوتوا تتعشاو عملوا ديك هاد الباتيدو هدايا وشربوه وبقاو ترنكيله منتين كيشبعوا الحمد لله. ديك النهارات عملت لكم واحد بتفاح بنفس الطريقه، يعني بابينا وتشيا، ولكن عملت مع تفاح وحاجه اخرى. هذه غنعمل معها هاد اليوم، غادي نعمل لكم حاجات ساهلين. عندي هنايا وكيكون الحمد لله هذا كيكون افضل كلشي يكون منزل هنايا لامباد الحليب باللوز ممتع. وفي وسط اللامبا عندي ابينا هيا حشانه قبيل عملت خلطتها مع الحليب وعملت هذا طلاق شويه، ها كتجي مزيونه. ها هي نوريها لكم قرايه باش تعرفوها. ها شوف هذيك هي ابينا، وعندي هذه تشيا، هذه كامله نعدلها. عندي هذه كانيلا، قرفه، جنجلان كتعرفوه صحي كل شيء. انا عندي مطحون صحي مزيان، بروده مزيان، اي حاجه. وعندي شويه فانيليا، وعندي باش كنقول لكم حيت تزيدوا عليهم فروتو سيكوس، يعني اللي بغيتو اللوز زيدوا عليهم اللوز، ديك كاجور تزيدوا عليهم كوكو صغير، يعني تزيدوا عليه الزبد اللي بغيتو، زبيب كحل وزبيب قهوي. عندي هذا زبيب كحل دار برقوق، حشوه برقوق وزبيب. المهم وهذا شويه الحليب السوخه، ها هي الحليب السوخه ما كيكونش فيه، ما فيهش كراصه، ماشي من كراصه. غندخل كلشي هنا. اول حاجه غادي نعمل تشيا هي الاولى غنعملها ان شاء الله. بسم الله. من بعد غادي نطلق الحليب شويه على الحليب. كتشوف ها هي اليابينه ياك، ونفس هذا عاد نزيدو فيه هنا نزيدو الحليب هذا نزيدو في اللامبه. غسلينا نزيدو له، نقولو حنا حنا يعني كديري اللامبات هكا. هاد الحليب السخر مع حليب اللوز كيجي مزيون. وهي الزيو هذا كامل عدلوه كامل لي يعني فيه الحساسيه دو فروتو سيكوس، ما بلا ما يعمل فروتو سيكوس، بلا ما يعمل سنوال القرقاع ولا اللوز اللي فيه الحساسيه دو فروتو سيكو، يعمل على الحاجه اللي ما غاديش صعيبه، فهمتي؟ اللي فيه الحساسيه القرقاع ما يعملهاش، يزول القرقاع. يعني هنا كنزيد حيت كيعجبني نزيد، ما كانش عندي اللوز، ما عنديش اللوز، ولكن يمكن لي ان شاء الله عاود نجيب اللوز هاد المره نوريكم عاود باتيدو اللوز مزيون. قرفه يا فاني نص معلقه زيتون. المهم خليكم معايا نطلقوا من بعد. المهم حلوها المهم ها الباتيدو ديالنا بغيتو نطحنوه مزيان بالحار على حسب الزبيب، خصكم تطحنوه 3 دقيقات باش كتبقاو تطحنوا فيه. من بعد بغيتو كتصفيوه. انا ما كنصفيش، انا كيعجبني ديك الطريفه د فروتو سيكوس، طريفه هذاك مزيون وكيشبع. وبعد تقدروا تعدلوا زعزع، تقدروا تزيدوا حاجه د فروتا ولذيذه كما قلت لكم. وزعما صراحه الله صحي بزاف، صحي
المهم ها الكويس ديالي ها هو فين هو. بغيت نقول لكم شكرا بزاف، واذا على الله اذا عجبكم هذا الفيديو هذا ما تنسوش اعملوا لي اللايك وابوني، دعموني باش كل مره نزيدكم حاجه جديده. عندي بزاف الحاجات مزيونين يعني كيعجب اي اخت، اي ام، اي بنت، فهمتوني. المهم انا كيعجبني بزاف ملي كتدعموني وكتصيفطوا لي السكريسيون كتقولوا لي صحه، انا كنفرح. واللي عنده شي فيديو خصو نعدلو له يصيفطوا لي ونعدلو، اللي عنده شي ريسيطه ديالو انا نعدلها على العين والراس ونقدمها. كيعجبني هادشي. انا هاد الريسيطه هاديه كنت ورثها لي واحد صديقه ديالي، خير ربي هادي، وديك الصديقه ديالي عمرها سلعه هي نتنسى هادشي الصاد الفيتامينات حيت كاين هادو اللي كيستعملوا هاد البطيطوس كيمشي عند كيقدروا تخرجوا داخل الفم. انا هاد البطيط هذا كيتشرب بالليل اغلبيه، اللي كنعدل في الصباح نقدر تشربو بالليل وبالصباح، يعني تشربو في الليل وتشربو الصباح قبل الفطور، وكتبقى 30 دقيقه وساعه كتفطر. ما كيجيكش حتى الجوع صراحه، كيشبع كيشد الشهيه، كتبقى نهار كامل مرتاحه وما كذا كيجيكش الجوع. ساعات كذا شتي راسك مع الساعه مع ديك هذاك كتعمل مثلا واحد النويز تفيفحه. يعني اذا بغيتو اللي كيعجبو فاطيدو بزاف يقدر يعمل بزاف الاشكال د فروته. المهم ما تنساوش هاد اللايك وزعما انا بغيت بزاف الحاجات ان شاء الله نشارك معكم. انا كيعجبني نشارك معكم كل مره فين يكون عندي شي حاجه جديده كيعجبني نشاركها مع حبابي. سلم عليكم ودعيو معنا يا ربي تحديونا ان شاء الله يا ربي نخرجوا ونوريو حاجات ديال بلادنا. تصبحوا لي على خير ان شاء الله حتى فيديو جديده.